ازيكم يا اعلام الكرام. معلومه النهارده اللي بنتكلم عليها كتير قوي. بنروح نبص على ثلاجات النفروست نتيجه ان العميل بيشتكي ان مفيش تبريد في الثلاجه، ان كان في الفريزر او في الكابينه. من ضمن الاسباب اللي بتؤدي لتبريد الثلاجات النفروست كتير قوي من ستات البيوت بيحطوا مفارش على الرفوف، مفرش فوق الرف. المفرش ده للاسف لو انتوا خدتوا بالكم في الثلاجات النفروست هتلاقوا في بعض الموديلات ان الرفوف دي بتبقى فيها فتحات عشان تسهل عمليه تبادل الهواء. والثلاجات اللي هي مفيش في الرفوف اللي مفيش فيها فتحات بيبقى فيه فتحات في الوش، في الثلاجه في قدام في الوش فتحات بيخرج منها الهواء. ست البيت لما بتحط المفرش بيطلع منه حته كده لقدام وحته اللي تحت على المفرش، الحتت دي للاسف بتسد فتحات خروج الهواء، وبالتالي ما بتلاقيش فيه تبريد في الكابينه او في الفريزر. خدي بالك من فتحات خروج الهواء في ثلاجات النفروست في الكابينه وفي الفريزر. الفريزر ليه خروج هواء ورجوع، الكابينه ليها خروج هواء ورجوع. حضرتك لما بتسد الفتحات دي باي مفارش او لما بتكتمي الاكياس او الاكل في الفتحات خروج الهواء دي بتقلل التبريد تماما ويكاد يكون بيتعدم. والسبب في ده كله معلومه خاطئه او تصرف خاطئ من ست البيت مش واخده بالها منه. لو لقيتوا ان المعلومه مفيده من فضلكم ادعمونا بلايك وشير وتابعونا للصفحه. مركز الراعي الصالح مهندس مجدي مكرم 012 2 4542 034. شكرا.